انتهى مشوار أسود الأطلس في كأس العالم في دور نصف النهائي بعد الخسارة أمام حامل اللقب منتخب فرنسا بهدفين نظيفين، إلا أن هذه النتيجة لا تعكس الأداء الجيد لأسود الأطلس خلال هذه المباراة، حيث سيطروا على الكرة وأرغموا الفرنسيين على قبول طريقة لعب المغاربة. وتعرض منتخب المغرب خلال هذه المباراة لظلم تحكيمي من طرف الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، ومن طاقم الفار أيضا، حيث لم يعلنوا عن ضربتي جزاء مشروعتين لأسود الأطلس، الأولى بعد عرقلة سفيان بوفال داخل مربع الجزاء في الدقيقة 26. والغريب في الأمر أن الحكم أعلن عن ضربة خطأ ضد بوفال الذي منحه بطاقة صفراء. أما ضربة الجزاء الثانية والتي لم تحتسب لمنتخب المغرب فكانت قبيل نهاية الشوط الأول، حيث قام اللاعب تشواميني بإمساك اللاعب أملاح والإطاحة به داخل منطقة الجزاء، وهي حالة شبيهة بالحالة التي تحصل فيها منتخب الأرجنتين على ضربة جزاء ضد السعودية، إلا أن الحكم لم يعلن على أي شيء. وسيواجه منتخب المغرب منتخب كرواتيا الذي انهزم أمام منتخب الأرجنتين في نصف النهائي ب3 أهداف نظيفة. وتعرض منتخب كرواتيا هو أيضا للظلم التحكيمي بعد إعلان الحكم عن ضربة جزاء لصالح الأرجنتينيين مشكوك في أمرها، أثارت الكثير من التساؤلات عن جدوى وجود تقنية الحكم المساعد، إذ لم يتم اللجوء إليها في مباراتي النصف. وسيواجه منتخب المغرب منتخب كرواتيا من أجل تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت 17 دجنبر 2022 على أرضية ملعب خليفة الدولي الذي يقع في الدوحة ويتسع ل40 ألف متفرج، وهو أقدم ملاعب قطر حيث تم تشييده سنة 1976. وستنطلق المباراة على الساعة 3 بتوقيت غرينتش، 4 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، 6 بتوقيت مكة المكرمة. ولحد الآن لم يتم الإعلان عن نقل المباراة مجانا على قناة بي إن سبور المفتوحة، وحتى قناة الكأس لم تعلن عن ذلك، إلا أن المباراة ستكون منقولة مجانا على قناة الرياضية TNT المتواجدة على قمر أوتيلسات 21 درجة شرقا، وعلى قناة TFA الفرنسية التي تبث مجانا على قمر آسترا 19 درجة شرقا، وقناة TRT التركية التي تبث مجانا على قمر توركسات 42 درجة شرقا، وعلى قناة راي الأولى الإيطالية المتواجدة على قمر أوتيلسات 5 درجة غربا. وسبق لمنتخب المغرب وكرواتيا أن التقيا في هذه النسخة في دور المجموعات، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي، كما سبق لهما أن يلتقيا مرة واحدة في تاريخ المواجهات بينهما في سنة 1996 في كأس الحسن الثاني الودية، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما. بالتوفيق لأسود الأطلس في مباراتهم ضد كرواتيا، ولا تنسى إخبارنا بتوقعك لنتيجة المباراة.